معانا على الهواء مباشرة مفاجأة هذه الحلقة وهذا الحوار طبعا حصريا على راديو وتلفزيون لبدة، سيادة المستشار مصطفى عبد الجليل. السيد الرئيس مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييك وأحيي ضيفك المحترم. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا أستاذ. سيادة المستشار أنت معنا، نحن سعداء جدا كلنا هنا في راديو وتلفزيون لبدة 93.8 سعداء جدا نحن نسمع صوتك. طبعا حوار الرياضي للرياضي. نعم. طبعا معنا الكابتن عبد الحفيظ ربيش. شنو تقول على النتيجة الجميلة المميزة؟ أكيد أسعدتك كثيرا. أنت بعد مباراة التوغو سألتني سؤال، قلت لي كيف تكون الوضعية وكيف حيكون المشوار، وكنت متفائل جدا. معك عبد الحفيظ ربيش سيادة المستشار. شكرا، بارك الله فيك. أهلا وسهلا سيد عبد الحفيظ. أهلا بك سعادة المستشار، ونشكروك طبعا، والحمد لله اللي سمعنا صوتك، وانا من اكثر الناس اللي فعلا دائما نقول هالراجل هذايا معناها ربي معناها بعث لليبيا، والحمد لله وبارك الله فيك، وان شاء الله ربي يقدرك، وان شاء الله ما في كل اللي تدير فيه كله في ميزان حسناتك، وان شاء الله يا رب ان شاء الله تكون في الجنه يا الله. الله يبارك فيك، جزاك الله خير، وحتى انت ما قصرت بارك الله فيك. وحقيقه لما يتبوى المنتخب الليبي هذه المكانه عربيا وافريقيا وعالميا إلا على أيام هذه الثورة المباركة والأيام أنت من قادة هذا المنتخب، وهذا طبعا شرف كبير لك ولزملائك يعني. بارك الله فيك، بارك الله فيك، شكرا. سيادة المستشار تابعت المباراة أنت؟ والله نقول لك أنا جيت في الخمس دقائق الأخيرة. الله أكبر، وهنا الدقائق المبروكة يعني. وحقيقة يعني أنا جد مسرور، والليبيين كلهم بهذه النتيجة، وهذا طبعا أول انتصار لليبيا على أسود الكاميرون. صحيح. وفي ظروف جد صعبة. الليبيين الفريق الكاميروني أغلب كله محترفين في فرق تواصل في تدريباتها وفي منافساتها في كل دوريات العالم، بينما اللاعبين الليبيين متوقفين تماما عن الممارسة الرياضية، ولكن الإصرار والوطنية وحقيقة العزيمة كانت وراء هذا الانتصار الكبير. أنا أحيي السيد عبد اللطيف البيش، وأحيي كل الرياضيين وكل القائمين على هذا المنتخب الذي حقق هذه المفاجأة، وسجل حقيقة بأحرف من نور تاريخ مشرف للكرة الليبية عندما تبوى هذا المركز العالمي عربيا وأفريقيا وعالميا. شكرا. طيب سيادة المستشار، كنت راضي بالتعادل؟ في الخمس دقائق الأخيرة كانت 1-1 النتيجة. والله حقيقة أنا عندما حضرت سألت المجموعة اللي كانت تتفرج ماذا عن الفريق، قالوا الشوط الأول كان ممتاز، ولكن اللياقة في الشوط الثاني هبطت كثيرا. ولكن حقيقة أني كنت متفائل أنه ممكن في أي لحظة أي كرة ثابتة، وفعلا جاءت الكرة ثابتة بالركنية ورفعها السيد المغربي وقبلها أحمد السنوسي براسه. يعني هذا توفيقنا الله سبحانه وتعالى، وإلا ما كان ليمكن أن حارس في مستوى كاميني أن يرتكب مثل هذه الأخطاء. كويس. يعني السيد عبد الحفيظ، إذا كان تحب توجه له سؤال ولا شيء قبل أن نطرحوا بعض الأسئلة السريعة أو التمريرات السريعة، يعني كيف ما يقولوا جماعة الكرة. أولا هي الألفة والروح المعنوية والمعاملة الحسنة للاعبين راها عامل أساسي جدا جدا في تقديم عروض داخل الملعب، وهذا ما لمسناه من خلال الروح الواحدة للفريق. والسيد عبد الحفيظ ربيش يعلم ذلك جيدا، ومن اللاعبين من المدربين اللي يتبنوا هذه الفكره ويعامل في اللاعبين كصديق وليس كمدرب. فعلا. شكرا استاذ، بارك الله فيك. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه يعني نحن نتمنى ان تزاد جرعات التدريب طبعا في اطار فني ومهني، حتى لا تؤثر على مسيره الفريق المستقبليه ان شاء الله. هذه ملاحظه لا يبقى المعسكرات وفلوس سياده المستشار هذه. تفضل. الو. ايوه النقطه الثالثه سياده. النقطه الثالثه حقيقه يعني نحن يجب يعني فعلا التفاؤل مطلوب، ولكن يجب لا نحن نفرح بهذا الفوز ونقول ان نحن وصلنا، ونحن حقيقه مباراه الكونغو المقبله في خارج الديار هذه مباراه مهمه جدا جدا، وقد تعطينا امل حقيقي
في الذهاب إلى أبعد من ذلك، لأن الكونغو الكاميرون سيقابل الكونغو في ملعبها، وهي طبعا مباراة صعبة على الكاميرون، خاصة أن المباراة الأولى كانت في ياوندي تقريبا، كانت نتيجتها متقاربة، وكان الفريق الكونغولي هو الأقرب للفوز، وبالتالي فإن صعوبة المباراة الثانية للكاميرون في الكونغو ستكون محققة. نحن لو حققنا التعادل في مباراة الكونغو الجاية ربما سنتأهل للمرحلة القادمة بإذن الله تعالى. هذه بعيون المدرب ولا السياسي؟ لا والله بعيون اننا لازم نلعب 3 قلب دفاع في المباراة الجاية. طبعا هذول مش تعليمات راهو. لا. طيب سيادة المستشار، يعني بعد نهاية مباراة الكاميرون يعني الناس في بلادنا الحبيبة كلهم طلعوا في الشوارع والميادين واحتضنوا علم العزة، علم الاستقلال، وكل صوت واحد ليبيا في شرق البلاد وفي غربها وفي جنوبها في شمالها، في كل بيت من ليبيا كانت الفرحة مرسومة. يعني المباراة هذه وحدت قلوب الليبيين. شنو تقول للليبيين عبر لبدا FM؟ والله أولا طبعا أنت عارف أن هذه ثورة الله سبحانه وتعالى وحدت قلوب الليبيين في زمن التحرير، وهي الآن، وحتى أخوتنا الحقيقة المتواجدين في تونس لأسباب مختلفة كان لهم دور بارز في مساندة المنتخب الليبي، كانت روحهم الوطنية حاضرة. أنا أحييهم من خلال هذا البرنامج، وأحيي فيهم الروح الوطنية رغم كثرة المشاكل ورغم الأسباب عدم عودتهم إلى ليبيا. طيب سيادة المستشار، شنو تقول لأولادك، أولاد المنتخب الليبي اللي طبعا بأمانة هم يحتاجوا الكثير، يحتاجوا إلى دعم، يحتاجوا إلى معسكرات، يحتاجوا إلى يعني الاهتمام بهم كلاعبين يعني؟ والله أعتقد طبعا هذا الأمر منوط بوزارة الشباب والرياضة، وحقيقة يجب أن يولي المسؤولين فيها اهتمام بارز بكل الألعاب، سواء كان الفريق الوطني لكرة القدم وفريق الخماسيات، لأن نحن في مرحلة حرجة وفي مرحلة حساسة، وأي تواجد ليبي في الخارج فهو مكسب لهذه الثورة. وحقيقة المركز الذي وصلنا له كله بفضل هؤلاء اللاعبين، هذا تاج شرف ويسجله التاريخ أن هذا الفريق بهذه الأسماء قد أوصل المنتخب الليبي لهذه المرتبة التي تسبق الكثير من الفرق القوية والعالمية، والتي تمر بظروف ليست الظروف الاستثنائية التي يمر بها الليبيون في هذه الفترة، ولكن أثبت أبطال كرة القدم في زمن المحنة في عز الحرب عندما فازوا على الفريق الموزمبيقي في القاهرة وتعادلوا مع فريق الزامبي في لوساكا، وترشحوا للبطولة الأفريقية وأبلوا فيها بلاء حسنا. كانوا فعلا حقيقة يعني في المستوى المطلوب، وأنا أحييهم وأحيي كل القائمين على هذا الفريق من اتحاد كرة القدم ومن المسيرين ومن الإداريين ومن جميع من كان له فضل في هذا في وصول هذا الفريق إلى هذا المركز الذي يسجل لهذه المجموعة ولهذا الجيل من هذه المجموعة. سيادة المستشار، طبعا كابتن عبد الحفيظ أعتقد عنده سؤال أو بصافحك مصافحة نهائية. تفضل. سعادة المستشار، احنا طبعا نشكروك على الكلمات هذه، وفعلا انت احنا فرحانين حتى كرياضيين ان اللي تبوا معنا المجلس هو انصار رياضي، وبصراحة نقول لك الحق انت اعطينا دافع راهو غير عادي، لان احنا فرحانين بيك. نتمنى بصراحة زي ما قلت، وفعلا هي الوزارة يجب ان هي تهتم بالفريق، لان انا نقول لك الامانة المباراة نتاع مباراة الكاميرون الفريق بصراحة 3 أيام ما تدربناش، سبب هذا ان احنا ما الرحله معناها في الطيران ما عندناش رحله خاصه، لو نتحصلوا على رحلات خاصه لافريقيا نقول لك الفريق حيعطي اكثر، لان اللاعب الليبي بدنيا راه ما هوش جاهز زي ما قلت انت، لان مشكلتنا احنا الدوري الليبي معناها متوقف، اللاعبين معظمهم لاعبين محليين، لكن ان شاء الله في الفتره القادمه ان احنا نحاولوا نتغلبوا على الصعاب هما، ان الفريق الوطني حيكون افضل ان شاء الله. بإذن الله تعالى سنسعى إلى أن تكون رحلتكم للكونغو بإذن الله تعالى تكون رحلة خاصة، سوف لن يكون هناك أي هبوط في أي دولة أخرى، سنسعى مع وزارة المواصلات ومع رئاسة الحكومة لهذا الجانب. بارك الله فيك. أنا أعدكم بذلك، وأنا أعدكم بتحفيز وزير الشباب والرياضة لتوفير كل الإمكانيات لهذا الفريق بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. السيد المستشار مصعب جيل، طبعا
الناس يقولوا السيد المستشار كان لاعب كوره، ومعالي رئيس الوزراء كان لاعب سله، ووزير الزراعه كان لاعب سله، ووزير الخارجيه كان لاعب قدم، ووزير الجرحى كان لاعب سله، يعني المسؤولين كلهم كلهم رياضيين. والله حقيقه الرياضيين كان لهم دور بارز في هذه الثوره، او حقيقه الشباب اللي هم اللي ظهروا وخرجوا للتظاهر في كل انحاء ليبيا، ونعلم ان الرياضيين هم شعبيتهم وظهورهم الاعلامي في زمن التحرير كان له دور بارز في تحفيز كل الناس لالتحاق الثوره. انا احيي الرياضيين القدامى في بنغازي وفي طرابلس وفي درنا وفي كل المدن الليبيه وفي مصرات الذين كان لهم دور بارز في تحفيز الثوار وتحفيز الشعب الليبي لالتحاق الثوره. بارك الله. سعادة المستشار مصطفى محمد عبد الجليل، راديو وتلفزيون لبدة 93.8 شبابها، مديرها العام السيد أحمد مجبر، وكل الشباب هنا يحيوك ويصفحوك ويقولوا لك بارك الله فيك على تلبيتك هذه الدعوة، وشكرا، ونتمنى لك الصحة وطولة العمر، وإن شاء الله ليبيا دائما في العلالي، وليبيا دائما حرة، وحفظ الله ليبيا، وبارك الله فيك سيادة المستشار. شكرا لك ولكل القائمين على هذا المنبر الإعلامي المميز، وتحية خاصة للسيد عبد الحفيظ ربيش الذي له مكانة خاصة في قلبي من خلال إخلاصه ومن خلال حقيقة ما قدمه للفرق الليبية التي قام بتدريبها والتي غير من نهجها وأسلوبها. شكرا بارك الله فيك سعادة المستشار. شكرا بارك الله فيك. شكرا. إذن كان هنا معنا السيد المستشار مصطفى محمد عبد الجليل، طبعا حديث الرياضي للرياضي.